بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قبل ما أبدأ قبل ما أبدأ في أي حاجة النهارده، أحب أوجّه تحية وشكر خاص للجمهور المغربي. نزّلت فيديو المغرب تحكم العالم كرويًا وأسباب فشل مصر. التعليقات اللي جات لي من الجمهور المغربي والله، والله يعني لو قعدت أشكر فيهم من هنا أهو لحد السنة الجاية ما هاوفي يعني اللي هم قالوه في حقي والتعليقات اللي جات لي وكمية التفاعل مع الفيديو، أنا ما كنتش متوقع نهائي التفاعل ده هيحصل من الفيديو اللي نزّلته، يعني أنا نزّلت بعد ماتش المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم، وما كنتش متوقع ولا كنت متخيّل التفاعل دوّة. أنا نزّلت فيديو، يعني أنا أمّا باعمل فيديو أي حاجة بتيجي كده في دماغي عايز أقولها، افتح يالّا نزّل فيديو وزي ما تيجي، يعني ما ولا بابُص على لايكات ولا على كومنتات ولا باقول اعمل لايك ولا سبسكرايب ولا اكتب comment ولا اعمل أي ما باعملش ما باقولش أي حاجة من الحاجات دي. بس التفاعل اللي حصل من جماهير المغرب على الفيديو ده والله يعني أنا ما كنتش أتخيّل اللي في تفاعل على فيديو أنا هاعمله بالطريقة دي. فكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبة وحُب بالزاف، بالزاف، بالزاف للجمهور المغربي. وتاني مرّة باقولها لكم ألف تريليون مبروك ليكم، أنتم بلد محترمة، منظومة كروية محترمة، قدرتوا تشتغلوا على نفسكم وقفلتوا واشتغلتوا من سنين، ما زهقتوش، ما جبتوش أبناء عاملين، ما رُحتش مثلًا فوزي لقجع ما راحش جاب مصطفى حجّي أو راح جاب ابن مصطفى حجّي أو ابن نور الدين نايبت أو ابن بدوي الزاكي أو أي حد من الناس ديّة وأقول لهم إيه، أنتم بقى أبناء عاملين، أنتم اللي تستحقوا، لإن الكورة في المغرب مش ورث، إنما في مصر الكورة ورث. نبدأ بقى نخش في الجد. نبدأ نخش في الجد، ونعمل برضك مقارنة لطيفة كدهوّة ما بين مصر والمغرب، بما إن الإعلام الفاشل عندنا طلع بيقول إحنا ليه مش زي المغرب. أنا هاقول لك النهارده بقى دليل وبرهان إحنا ليه فشلة، وإحنا ليه عمرنا ما هننجح زي المغرب. هاقول لك النهارده ليه. ماتش الأهلي وبتروجيت النهارده، ماتش الأهلي وبتروجيت فرقة في نادي ميزانيته 8.5 مليار وفرقة تانية ميزانيتها 8 جنيه ونُص بتروجيت. فرقة عندها لعيبة مرتباتها تخطت المليار، قدّام فرقة مرتباتها بتاعة اللعيبة في السنة ما تجيبش 100.000.000، ما يجيبوش 100.000.000، ما يجيبوش 50.000.000، ما يجيبوش 40.000.000 لعيبة بتروجيت دي. يعني اللعيب اللي هو الجهنمي اللي هو بيطلّع نار من بُقّه الجِن من العفريت، اللي بيطلّع جناحات من د م م وهو بيلعب في الملعب، تلاقيه مثلًا بياخد له في السنة 3، 4.000.000. فالنهارده ماتش الأهلي وبتروجيت، خلص الماتش كام؟ على الورق أمّا تشوف إمكانيات الفرقة دي وإمكانيات الفرقة دي، أمّا تشوف اللعيبة في الفرقة دي وتشوف اللعيبة في الفرقة دي، الأهلي نازل اكتساح. مدرب دنماركي ما أعرفش جايبينه منين، بياخد 200.000 دولار في الشهر، 200.000 دولار في الشهر. مدرب بتروجيت بياخد ت ب 80.000 جنيه والّا مش عارف 90.000 جنيه في الشهر. فرق شاسع وفرق رهيب، أنا مش عارف أصلًا مدرب بتروجيت ده بياخد كام. فرقة الأهلي الفرقة المليارية اللي بعض الناس اللي ما بيفهموش في الكورة طالعين بقى لهم أسبوع يقول لك إحنا المنافس بتاعنا بيراميدز. ما أنت لو أنت بدماغك ديّة الصفيح المصدية
حاولت إن أنت تقارن نفسك بالزمالك، يبقى أنت ما بتفهمش حاجة في الكورة. أنت طالع لإن الإعلام دلوقتي في مصر هو إعلام مكايدة، وإعلام إزاي يعمل ترند، وإعلام إزاي يجيب واحد أهلاوي وواحد زملكاوي يقعدوا يطقشوا في بعض ويقولوا أوه بُص الواد الأهلاوي، أوه بُص الواد الزملكاوي، أوه بُص الواد مش عارف إيه، ده حَط عليكم، ده عمل عليكم، وتطلع سيد عبد الحفيظ بإفيهاته البايخة اللي إحنا هنستريح منه لإن هو دخل مجلس إدارة الأهلي، وربنا يستر بقى لمّا يطلع يقول تصريحات. هو ده الإعلام في مصر، إعلام نفخ البلالين، إعلام لمّا الأهلي فشل في كأس العالم للأندية، طلع قال ده عمل أداء مشرف، إعلام لغى منتخب مصر المعسكر بتاعه علشان الأهلي يروح أمريكا ويعمل معسكر قبل البطولة بأسبوعين، فالنتيجة اللي اللعيبة كانت بتلعب بلاي ستيشن وكل يوم والتاني ظهور مع سيف زاهر فشل ذريع. وفي الآخر الإعلامي يقول لك يا سلام ده تعادلوا 4-4 مع بورتو، يا سلام، يا سلام على الماتش اللي عملوه قدام بورتو، ده دخل في بورتو 4 تجوان. هو بيقول إيه؟ بيقول الأهداف اللي أحرزها، طب الأهداف اللي استقبلها 4-4 فنتيجة الماتش إيه؟ 4-4 تعادل، خيبة بويبة. فيطلع الإعلام يفضل ينفخ، ينفخ، ينفخ في النادي الأهلي وجمال النادي الأهلي ومحمود الخطيب وجمال محمود الخطيب وحلاوة محمود الخطيب ويا سلام يا بيبو ويا سلام يا إيقو ويا سلام يا كابتن وحلاوتك يا كابتن، وفي الآخر النتيجة إيه؟ خيبة بويبة، خيبة بويبة. ويجي بعض المعاتيه اللي دماغهم مصدية يقول لك إحنا المنافس بتاعنا بيراميدز، أنت المنافس بتاعك مش بيراميدز، أنت المنافس بتاعك الزمالك برضه، ليه؟ لأن أنت والزمالك هتنافسوا على التاني والتالت. انت برضو المنافس بتاعك الزمالك. انت عايز تقلل من نادي الزمالك باي طريقه، فالنتيجه اي خيبه في الملعب. قبل ما يجيبوا المدرب الكفتاجي ده يطلع الاعلاميين والصحفيين يا جماعه الاهلي بيفاوض مين؟ ده الاهلي فاوض مورينيو، ده الاهلي فاوض مانشيني، ده الاهلي فاوض زيدان، ده الاهلي فاوض علان، ده الاهلي بيفاوض يورجن كلوب. بص الاسامي دي كلها وفي الاخر جاب لك مدرب دنماركي ولا حد في العالم كله يسمع عليه حاجه، ولا حد في العالم يسمع ليها. هو مجلس إدارة الأهلي بيشتغل بنظام بُص العصفورة، فأنا يعني هاودّيك لعصافير كتير، بس أنا هاجيب واحد مجهول الهوية. ويفضل الإعلام يطلع يقول يا سلام! ده بُص يا جماعة تفاعلوا على الخط، هو ده اللي بيقولوه، والله العظيم الإعلام في مصر بعد كل ماتش الكاميرا تلاقيها مسلطة على مدرب الأهلي، عايزين يشوفوا الreaction بتاعه إيه، وعايزين يشوفوا رد فعله إيه، فيقولوا بُص بقى المدرب عصبي، ياه! المدرب بقى حمية، المدرب بيتنطط، المدرب بيحضن الجهاز الفني، بيحب الجهاز الفني، المدرب جميل أوي، طب المدرب بيعمل إيه في الملعب بقى؟ ما بيعملش أي حاجة، بطيخة، بطيخة. زيه زي اللي قبله، زي اللي قبله. حد في الإعلام هيطلع يقول ده اختيار المدرب من إدارة الكورة غلط، ولا حد يقدر يطلع يتكلم. ليه؟ لأن هم كده هيخبطوا في مين؟ في بيبو، وبيبو عنده اللجان، جمال جبر ولجانه، هيدوهم على طول، فبيخافوا منهم. الكابتن بتاعهم اللي طلع قال جمال جبر دوّة مبادئ النادي الأهلي. شارب من مبادئ النادي الأهلي، صاحب أكبر لجان إلكترونية في مصر، هو ده مبادئ النادي الأهلي، هي دي مبادئ النادي الأهلي، اللي الإعلام دلوقتي هيطلع يقول لك إيه، اللعيبة أصل مش عارف إيه، أصل المدرب لسه جديد، أصل المدرب لسه مش عارف إيه، أصل المدرب لسه ما حطش إيده على التشكيلة، ولسه ما مسكش الفرقة كده أهوّة، ولسه ما عملش مش عارف إيه، بس هو لمّا أول ما يحط إيده كده أهو، إيده هتفرط. هو ده الإعلام، عشان كده إحنا عمرنا ما هنبقى زي المغرب، عمرنا ما هنبقى زي المغرب. النهارده الماتش اتفرّج كده أهوّة على اللعيبة اللي في الملعب بتاعة الأهلي، قُل لي على لعيب يعني قُل لي مثلًا 4، 5 لعيبة عملوا باص صح مع بعضهم، ما فيش. زيزو أبو 100.000.000 في السنة، ما فيش باص النهارده طالع منه صح. تريزيجيه
أبو 130 مليون اللي بياخد عقد نُص عقده باليورو، ما عملش غير تسديدتين. أشرف بن شرقي اللي بياخد له أكتر من 1.5 مليون دولار مش موجود. فرقة الأهلي مبنية على المكايدة وتفضية الأندية التانية. هي دي فرقة الأهلي دلوقتي. هي فرقة كيد النسا ومكايدة العوازل. عارف أنت يا كايدين العوازل أنتم مش عارف إيه، أغنية غريبة كده أهوّة من الفولكلور المصري. فهي دي فرقة النادي الأهلي، فرقة فاضية، فرقة لعبة 11 ماتش داخل فيها 13 جون، فرقة فاضية. النهارده لو تشوف الجون بتاع بتروجيت، الجون كوميدي. محمد الشناوي اللي في حتة تانية، حارس مرمى الأول، حارس مصر الأول، اللي هيروح يحرس مرمى مصر في كأس الأمم الأفريقية. أبشروا، أبشر، أبشر يا تيمور. حارس مرمى منتخب مصر الأول الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مش أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز اللي هو بينافس على اللي هو يكون أحسن حارس مرمى في أفريقيا. لأ، ليه؟ عشان حسام حسن ما بيحبش أحمد الشناوي، مش هياخده. عشان كده واحنا عمرنا في حياتنا ما هنبقى زي المغرب. طبيعي، طبيعي في حب وكره، في قلب اسود، في مدرب بيشوف فرقه بلون واحد عايزها كلها تبقى مع المنتخب. فرقه منتخب مصر دوّة المدرب بتاعه اللي هو حسام حسن، اللي هو الأسطورة المصرية. حسام حسن بيجيب لعيبة قاعدة دكة في فرقها وبيلعبها أساسي في المنتخب. شُفت الدماغ؟ شُفت الدماغ المصرية؟ عشان كده عمرنا في حياتنا ما هنبقى زي المغرب. حد يقدر يقول لي اللي حسام حسن دوّة آخد دورة تدريبية تحت بير السلم في التدريب؟ آخد دورة من أوروبا؟ عشان كده عمرنا ما هنبقى زي المغرب. ليه؟ لأن المغرب لمّا بتيجي تعيّن مدربين، بياخدوا المدربين اللي واخدين شهادات ورخص تدريبية A وPro، ناس متعلمة. فوزي الأقجع لمّا جاب كده أهوّة الكيسة دي فيها إيه، دي فيها أسباب نجاح كرة القدم، هي الكيسة دي. كيسة دي كيسة أسباب نجاح كرة القدم. فدوّر كده أهوّة لقى فيها حاجة اسمها علم، فأخد بالعلم، فجاب العلم. الناس اللي متعلمة، الناس اللي داخلة آخدة رخص وآخدة شهادات من أوروبا، بدأ اللي هو ياخدهم عشان يدرّب عشان يخلّوهم مدربين. علم، حاجات في الكيسة. إحنا بقى عندنا في الإعلام المصري فكّر برّه الصندوق. وليه أفكّر برّه الصندوق؟ طَب أنت فكّرت اللي جوّه أنت عملت اللي جوّه الصندوق عشان تفكّر برّه الصندوق؟ أنت عملت اللي جوّه الصندوق؟ يعني أنت أخدت بأسباب اللي جوّه الصندوق ففشلت، فعايز تعمل اللي برّه الصندوق؟ ده أنت مش عارف تعمل اللي جوّه الصندوق، هتفكّر برّه الصندوق إزاي؟ عشان كده عمرنا في حياتنا ما هنبقى زي المغرب. هل النهارده في إعلامي واحد هيطلع يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب اللعيبة اللي جابها بتاع كيد النسا؟ ولا حد هيقدر يطلع يتكلم. كل اللي هيطلع هيقول إيه؟ اللعيبة بتاخد مستحقاتها، اللعيبة مش عارف إيه، ليه اللعيبة ما بتلعبش، ليه اللعيبة مش عارف إيه، اللعيبة نفسيتها وحشة، اللعيبة نفسيتها وحشة. عشان كده عمرنا ما هنبقى زي المغرب. عشان كده عمرنا إحنا ما هنبقى زي المغرب. هل في قانون، يعني في مثلًا في إنجلترا لجنة بتقول لك بتسعّر اللعيبة، اللعيب ده بكام ويقول لك اللعيب دوّة بكذا وده بكذا. هل اللجنة دي موجودة في مصر؟ لأ. ليه؟ لإن إحنا فشلة. إحنا فشلة. إحنا عندنا أكاديمية اسمها أكاديمية محمد الخامس، لأ، المغرب عندها محمد السادس، فعشان كده هم ناجحين. إحنا فشلة. النهارده تشوف ماتش الأهلي وبتروجيت، ماتش عبثي، 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 عبثي. ماتش ما فيهوش جملة، ما فيهوش باص، ما فيهوش long pass. في شوطين بس من تريزيجيه بس. بس هو ده الماتش كله. وجون هنا وجون هنا وكل سنة وأنت طيب، قفلت كده كده اتعشت. هل المغرب اللعيبة بتاعتها
بعد أمّا بيخلّصوا مطوشة بيروحوا أفراح وافتتاح مش عارف سعد شلبي بتاع الملابس ده والّا اسمه إيه، سعد دوّة بتاع الملابس، ويروحوا الساحل ويروحوا بتاع لأ، اللعيبة بتلعب كورة تقوم الصبح تاكل، تشرب، تروح تمرينها، ترجع من التمرين تاكل، تتغدى، تتعشى، تنام بدري عشان هكذا. لعيبة دماغها في الكورة فقط لا غير. إحنا اللعيبة عندنا على الله حكايتها، إحنا اللعيبة عندنا على الله حكايتها. تلاقي زيزو عنده عقد مع شركة الكورة، عايز يعمل الإعلان ده وعايز يعمل الإعلان ده وعايز يعمل وإعلانات، إعلانات، 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 وإعلان بطبّلاطي وما فيش حد بيتكلّم. وفي الآخر لمّا نيجي نشوف بلد نجحت ومنتخب نجح، يقول لك هو إحنا ليه مش زيّهم؟ هو إحنا إمتى هنبقى زيّهم؟ إحنا عمرنا ما هنبقى زيّهم. قُلنا الكلام دوّة في 2009 لمّا غانا أخدت كاس العالم للشباب برضه، ولا عمرنا في حياتنا هنتقدّم. بقى لنا كام سنة بنقول الكلام دوّة، عمرنا في حياتنا ما هنتقدّم. حد هيطلع النهارده ينتقد أي حد من مجلس إدارة الأهلي؟ طبعًا لأ، ليه؟ لإن في انتخابات. بس الأهلي عايز يجيب فيستون مايلي بتاع بيراميدز، ليه؟ لإن فيستون مايلي آخر سنة ليه السنة دي، والأهلي محتاج مهاجم فيروح يجيب المهاجم بتاع بيراميدز. ليه؟ لإن الأهلي لجنة الكرة فشلة، ما بيعرفوش يجيبوا لعيب حلو. ما بيعرفوا هم الأهلي يجيبوا اللعيب اللي بيلعب في الفرقة اللي قدّام منّهم. ده نجح جيبه بقى مش مشكلة إحنا لسه هنروح ندوّر، إحنا فشلة. الأهلي فاشل، لجنة الكرة فاشلة. الأهلي شاف الزمالك بيفاوض القندوسي راح دفع ضِعف مرتبه وفي الآخر مشّاه. الأهلي شاف الزمالك بيفاوض كريستو جابه ودفع ضِعف مرتبه وفي الآخر مشّاه ما لعبش 5 دقايق. رضا سليم اللي الأهلي بيدفع له $700,000 وبياخد $200,000 بس من الجيش الملكي في المغرب. عرفتوا بقى سقف المرتبات في المغرب؟ قال لك لأ، أنا أدّي له 900,000. رضا سليم عارفه ابن بلدي، بس مش هادّي له 900,000. $900,000 ليه؟ أنا آخرك معايا 200,000. أنت عايز تيجي بقى خلّي الأهلي يدفع بقية مرتبك، يا إما تتنازل. قانون. أتخن لاعب في المغرب، أتخن تخين اللي هو مدغدغ الدنيا، تلاقيه بياخد له $400,000، $300,000. مرتبات معقولة، مرتبات تخُش العقل. إنما إحنا عندنا في الأهلي ادّي له $2,000,000 أشرف داري، $2,000,000 فلوسهم كتير. هل هيقدر بقى حد يطلع يقول ده إهدار للمال العام؟ ولا حد هيقدر يطلع يقول حاجة. هل هيطلع حد يقول اللعب المالي النظيف؟ ولا حد هيقدر يتكلم. ليه؟ عشان الكابتن ولجانه بيترعبوا منهم. زي ما هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وأقدم عضو في الفيفا، أقدم من إنفانتينو ذات نفسه، طلع بنفسه يعلن عقوبة نبيل عماد دونجا اللي أخدها السنة اللي فاتت، اللي مش عارف هو أخدها ليه، عشان لجان الأهلي اشتغلت على عماد دونجا. وفي الآخر ييجي واحد معتوه يقول لك الزمالك مش المنافس بتاعي. طب طالما أنا مش المنافس بتاعك، أنت بتتكلم على اللعيب بتاعي ليه؟ إذا كان هو موقوف والّا لأ؟ طالما أنا مش المنافس بتاعك وأنا مش المنافس بتاعك، أنا مش لاقي أدّي اللعيبة بتاعتي فلوس. أنت راجل بسم الله ما شاء الله بتدّي بالملايين، بالمليار دلوقتي. أنت بتتكلم على اللعيب بتاعي ليه؟ أنت ليه في كل حواراتك سواء إعلامي، سواء عضو مجلس إدارة، سواء مشجع، سواء على السوشيال ميديا، دايمًا تدخّل الزمالك وفي الآخر ييجي يقول لك إيه، أصل الزمالك مش المنافس بتاعي، ده بيراميدز المنافس بتاعي. طب طالما بيراميدز المنافس بتاعك بتجيب سيرة الزمالك ليه؟ والّا هو الزمالك عشان تعبك؟ الزمالك اللي أقسم بالله كل الأهلاوية والأعضاء مجلس إدارة الأهلي وأولهم الخطيب عارف إن الزمالك لو أخد ربع ميزانيته وحصل على ربع ميزانيته هيفرم الأهلي. عشان كده الزمالك طول عمره في مشاكل. أول ما الزمالك شم نفسه والأرض بدأت تدخّل له مليار، قاموا ساحبين الأرض منه.
بمساعدة مرتضى منصور. هو ده الوضع في مصر، اللي بيقولوا إحنا ليه مش زي المغرب، إحنا عمرنا ما هنبقى ربع المغرب، مش زي إحنا مش زي ربع المغرب. 2026 كأس العالم، أنا بادعي من ربنا اللي المغرب المجموعة بتاعتها تكون عندي هنا أهو، عشان أروح أتفرّج عليهم، عشان ده منتخب محترم، منتخب يمتّعك كرويًا، يمتّع عينك، منتخب يمتّع العين كرويًا، يمتّع العين فنيًا، منتخب فيه حاجة منتخب مختلف، منتخب بيلعب كورة. تخيّل أنت منتخب بيعمل باص من غير miss pass. عمري في حياتي ما هانسى في 2014 لمّا جه جوزوالدو فيريرا الزمالك، لعيبة الزمالك قالوا فضل يقعدنا شهر بيعلمنا إزاي نستلم الكورة عشان يبقى الوضع التشريحي بتاع جسمنا مقابل للمرمى الخصم. ولمّا جه الولاية التانية في 2021 اللعيبة قالت نفس الكلام، بما فيهم زيزو. ولمّا جه كيروش مدرب المنتخب ليه تصريح غريب، قال لك بلد ما عندهاش لاعب عنده أساسيات الكورة وعايزين نوصل كاس عالم. الناس دي صح، إحنا اللي غلط. ما فيش لاعب في مصر عنده أساسيات كورة، كُلّه اللي بيلعب في الشارع واللي بيلعب في الغيط واللي بيلعب مش عارف إيه، في مركز شباب وما فيش حد بيعلّم حد، واللعيب الفلتة اللي بيطلع ده بيبقى فلتة كل كام سَنة، زي محمد صلاح كدهوّة، كل كام سَنة بيطلع واحد زيّه. فآخر حاجة عايز أقولها، الأهلي المنافس بتاعه الزمالك، هتفضل المنافس بتاعك الزمالك، لإن أنت هتنافسني على التاني والتالت، إلا إذا بقى هاني أبو ريدة وأحمد دياب عملوا واجب مع الأهلي زي السنة اللي فاتت وما خصموش 3 نقطة أو خصموا 3 بونت من أي فريق بأي حِجة وادّوا الدوري للأهلي عادي جدًا، بس الأهلي هيُقع تاني وتالت ورابع وخامس. ليه؟ لإن عنده مدرب كُفتاجي ومجلس إدارة ما بيفهمش حاجة في الكورة، مجلس إدارة كل هَمّه كيد النسا. شكرًا.